بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بجد النهاردة أنا جاية لكم بحتة فكرة روعة، حاجة يعني في منتهى الجمال. عربية سندوتشات يا جماعة، أحلى من اللي بتاكلوها بره كمان. سجق وشاورما. تعالوا نشوف عملت إيه ببواقي اللحمة اللي موجودة عندي من العيد. لقيت عندي كيس فيه حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، وكيس تاني صغير فيه حوالي ربع كيلو. يعني الكمية اللي انتوا شفتوها دي كلها من كيلو الا ربع لحمة. عايزة تعملي نص كيلو ماشي، عايزة تعملي ربع كيلو ماشي، كله تمام. طبعا عشان اعمل السجق والشاورما لازم يبقى عندي نسبة دهون في اللحمة. فلقيت عندي ليا مفرومة، انت ممكن تحطي دهن عادي خالص، مفيش مشاكل. انا اتصرفت باللي موجود عندي. خلطت المادة الدهنية باللحمة عشان نسبة الدهون تعلى جوه اللحمة حوالي يعني 20% كده. ومزجتها كويس زي ما احنا شايفين كده، وابتديت اجهز. في ناس طلبت مني شاورما، وناس طلبت مني سجق. طب اتصرف ازاي؟ جات لي فكرة حلوة جدا. قسمت الكمية، نصها شاورمة لحمة مفرومة مصري، والنص التاني سجق. السجق ده حصري عند ماما بطة، وانا قد الكلام اللي بقوله. معايا هعمل دلوقتي التتبيلة بتاعته. معايا فلفل احمر حامي ورومي، اللي هو الفلفل الالوان، ومعايا 3 معالق توم وبصلايه متوسطه. ومعايا التوابل، ملح وفلفل وبهارات سجق من عند العطار. يبقى معايا كده ملح وفلفل وبهارات سجق. ومعايا الطماطم سوري، الفلفل الالوان، رومي وحامي، والثوم والبصل. هضرب الكلام ده كله في الكبه وارجع لكم. كده ضربت الخليط ده في الكبه وحطيناه على اللحمه. الريحه روعه، بهارات السجق روعة روعة روعة، يعني كأنك بتاكلي سجق اسكندراني. فعلا فعلا يعني مش هتفرقيه عنه، بالعكس أحلى كمان. خلاص، هتقلبيه كويس، ونشوف بعد كده هنعمل ايه الخطوة اللي جاي. قلبت الخليط جوه اللحمة، وكده احنا تبلنا السجق تمام وعلى التسوية. ادي عندي السجق اهو. عندي هنا معلقتين من الزيت، ما تكتريش لان اللحمه فيها دهون. معلقتين بس من الزيت يسخنوا قوي في طاسه واسعه، وببتدي انزل بعد ما سخنوا بالسجق بتاعي. نزلت بيه كده ياخد صدمه، وعلى نار عاليه. ما توطيش النار، خلي النار عاليه. انا عايزاه ما ينزلش ميه، يعني يا دوبك السجق يستوي جوه الزيت وخلاص. طبعا ببتدي اقلب فيه عشان يبقى على كل ناحية وكله لون واحد زي ما احنا شايفين. كده هو خلص. كده اللحمة بتاعته استوت تمام زي ما احنا شايفين. هبتدي بعد كده اخدها افضيها في طبق، واحط هنا معلقتين زيت وبصلاية وسنة توم وطماطماية. عايزة ادبل الخضار ده، يعني عايزة البصل ده يبقى دبلان كده يستوي، والقوطة دي كمان تتسبك. ومعايا هنا برضو سنة من التوم. ده الصوص اللي هحط فيه السجق عشان اجهزه. حطيت هنا ربع كوباية مية تسويلي الكلام ده كله، وبرضو على نار عالية. خلاص كده، لحد كده مظبوط. ايوه، ادي النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. الطماطم اتسبكت، والبصل اهو زي ما احنا شايفين استوى، ما اتحمرش، يعني عايزاه يدبل بس. خلاص كده ببتدي انزل بالسجق بتاعي، وكده يبقى السجق بتاعي عظمة وجاهز للسندوتشات. ايه رأيكم بقى في السهولة دي؟ استاهل بقى لايكات النهاردة مطرة تنزل عليا عشان الفكرة دي. بجد لما تعمليه مش هتبطليه، هتعتمديه. حاجة في منتهى السهولة، وبترمي كمية في منتهى الجمال. يعني صنف في منتهى الروعة والله. خلاص كده احنا خلصنا السجق، هنعمل الشاورما. انا عندي هنا حتة ليا اختياري. انتي عايزة زيت مش عايزة ليا حطي، بس انا بشوف دايما المحلات بتستخدم الليا. المهم انا سخنت الليا كويس برضو، وابتديت انزل بكمية اللحمة بتاعتي جواها زي ما انتوا شايفين كده. واديتها صدمة بقى ايه الاول،
قبل ما ابتدي احط التتبيلة بتاعة الشاورما. عندي ايه بقى في تتبيلة الشاورما؟ عندي اولا يعني ملح وفلفل اسود، شوية فلفل اسود وشوية ملح، وطبعا بهارات شاورما برضو من عند العطار. كل حاجة بتتباع دلوقتي عند العطار، اي بهارات انت عايزاها. دي بهارات شاورما، وربع فنجان خل، وربع فنجان صويا صوص. بس كده ادي الشاورما بتاعتي. يبقى ملح وفلفل وبهارات شاورما، ودي معلقة من الطحينة. دي التركة اللي انا عايزة اقول لكم عليها. الشاورما المصري بتاخد معلقة طحينة وهي بتتسوى. يبقى ملح وفلفل وبهارات شاورما ومعلقة طحينة وربع فنجان صويا صوص وربع فنجان خل. ادي كده الشاورما بتاعتي اتبلت، بستنى بس تستوي، وبعدين ببخرها بقى بحتة فحم وبقفل عليها. بكون حضرت بقى بصلايه متقطعه جوليان، وطماطمايه وورق بقدونس. يا دوبك بس نص دقيقه على النار، يعني ما فيش، مجرد ان انا بقلبها، بس بقلبها على النار وخلاص بطفي عليها. وكده الشاورما بتاعتي خلصت واخر جمال. يعني حاجه بقى يا جماعه عظمه. ادي الشاورما خلصتها وحطيناها جاهزه على السندوتشات. انتوا شايفين الكميه قد ايه؟ كل اللي قدامكم ده من كيلو الا ربع لحمه مفرومه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يلا شجعوني بقى بلايكات وشير لبيت ماما بطه. وعملت سلطه الطحينه والسندوتشات كده هبتدي اعملها. الحاجه جاهزه عندي، ادي السجق وادي الشاورما. هنعمل الاول سندوتشات الشاورما. املي بقى السندوتش براحتك بقى كده ومونيه تمام، ولا اجدع واعظم محل شاورما. ونحط عليه بقى سلطه الطحينه. طعمه يا جماعه في منتهى الجمال وريحته هايله. يعني ممكن تفتحي مشروع والله بالوصفه دي، حاجه في منتهى الجمال. وادي عملت معاكم واحد تاني. تعالوا بقى نعمل سندوتشات السجق مع بعضينا. وادي سندوتشات السجق كمان جاهزه وزي الفل. شايفين لونه وجماله في منتهى الجمال. مجرد ان انا اشتريت بس بهارات سجق بقى عندك احلى سجق اسكندراني. حاجه روعه يعني. الولاد هيحبوها جدا وهيطلبوها منك على طول. خلاص كده خلصنا عربيه السندوتشات بتاعتنا يا جماعه. ايه رايكم بقى النهارده؟ استاهل ايه بقى على الفيديو الجميل ده؟ عايزه بقى لايكات النهارده، وعايزه شير كتير عشان الكل يستفيد. وطبعا لازم ادوق، انا ما قدرتش امسك نفسي بصراحه. السجق رائع رائع، احلى من رائع كمان. والشاورما تحفه بجد يا جماعه، والله لو جربتوها تعتمدوه. وكل سنه وانتم طيبين، وتحياتي ليكم.